يلا بينا. ازيكم يا شباب، عاملين ايه وايه اخباركم؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه اينشتاين في العلوم. شباب وبنات اولى اعدادي، عاملين ايه وايه اخباركم؟ هنبتدي مع بعض الجزء الثاني والاخير من الدرس الاخير في المنهج معانا. بس قبل ما نبتدي فيه هنحل على اللي حصل المره اللي فاتت والاطوار الثمانيه بتوع القمر. فنبدا مع بعض، يلا شمر ويلا نبدا. بس قبل ما نبدا، ارزع اللايك المتين، ايوه ارزعنا اللايك المتين حالا بالا فعلا. ولو مش مشترك في القناه اشترك وفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدا مع بعض. في اول يوليو كان القمر في طور ايه؟ بص، فين اول يوليو؟ اهو. بص نمسك كده قلم رصاص بس عشان الدنيا تبقى حلوه. ده كده اول يوليو. ده كده انهي طور؟ ده كده في يعني يعني النص والنص، فده دور طور تربيع. طب تفتكر ده تربيع اخير ولا تربيع اول؟ والله حسب هو منور من انهي ناحية. لو منور من اليمين يبقى طور تربيع اول. لو منور من الشمال زي ده يبقى طور تربيع تاني. ده منور من الشمال يبقى هاخد الطور التربيع الاخير. طيب، يوافق اول يوليو من عام 1954. ده اول يوليو اللي هو ده برضه، هو لسه بيسألنا في ده. بيوافق كام من الشهر العربي؟ طب بص، هو ده كده المفترض ان هو التربيع الايه؟ التربيع التربيع التاني. عايز اعرف هو ده اليوم الكام؟ ده اليوم الكام؟ انا ممكن احسبها لك على طول. على فكره انا ممكن مثلا اقول لك ان هو على طول جيم. هنختار جيم. طب ليه بقى؟ ليه؟ ركز معايا كده. هو الطور التربيع التاني ده او الطور التربيع الاخير ده يعتبر الطور رقم كام؟ ده يعتبر الطور رقم 6. طب عد كده معايا: الهلال الأول، التربيع الأول، الأحدب الأول، البدر، بعد كده الأحدب الثاني، التربيع الأخير. كده 6. طب أنا عشان أوصل للتربيع الأخير أعمل إيه؟ عد معايا بقى. بداية الشهر العربي عشان أعرف أنا في يوم كام. فبداية الشهر العربي، بعد كده يوم 7، بعد كده 11، بعد كده 14، بعد كده 17، بعد كده كام بقى؟ 21. صح ولا لا؟ ما هو 21 بعدها 26 بعدها نهاية الشهر. فالمهم ان انا قلت ايه؟ 21. من 21 لحد 25 كده انا ممكن اختار، فانا اخترت كام؟ 22. تعالى كده اقول لك عشان بس نجاوب. هو ده هيبقى التربيع الاخير. التربيع الاخير هيبقى من يوم 21 لحد يوم 25. مين؟ يبقى نختار 22. فهمت القصة ازاي؟ بس هو في الحتة دي بيبتدي عند 21 وبينتهي عند 25 عشان يوم 26 نبتدي طور ايه جديد. خلاص؟ طيب، في يوم 8 يوليو، فين 8 يوليو؟ المحاق ده. ماشي. ايه القصة بتاعته؟ اولا، هل القمر في طور الهلال الاول؟ اكيد لا، ده انا لسه قايل المحاق يا راجل. تاني حاجة، القمر قد قطع ربع دورة حول الشمس؟ لا، هو في المحق قطع دورة كاملة، لأن ده آخر واحد 8/8. يبقى دي برضو لا. طب هل القمر واقع ما بين الأرض والشمس؟ طبعا. ليه؟ ليه؟ لأن ده محاق. قاف. ومحاق يعني القمر هو اللي في النص والأرض والشمس من الناحيتين. يبقى أنا أختار دي. طب الجزء المضيء اخرس، ده محاق مفيش جزء مضيء. خلاص زي الفل. طب كان القمر قد قطع نص دورة حول الأرض. يعني ايه كلمة قطع نص دورة حول الأرض؟ يعني الطور الرابع، عشان يبقى نصفها يعني 4 و4، هو في الرابع بقى. عشان يبقى 4/8 يبقى كام؟ نص. يعني أنا عايز أقول إن هو 4/8 اللي هو يبقى نص. ده حصل فين ده؟ ده حصل في البدر. الطور الرابع هو البدر. لو جيت تعد هقول لك هلال أول، بعد كده هلال أول، تربيع اول، احدب اول، بدر. فهو البدر. طب البدر كان في انهي يوم؟ ركز معايا كده. البدر مفيش هنا بدر خالص. طب هنا اهو 21 22، فهو واحد منهم.
طبعا 22. مفيش 21، ما ينفعش يجيب لك اختيارين صح. طيب ده مش بدر يا شباب، ده مش بدر، ده في حته سودة من هنا كده. فده يعتبر ايه؟ ده يعتبر احدب اول، علشان الجزء المضيء من ناحيه اليمين اهو، احدب اول. خلاص ماشي. في يوم 15 يوليو يكون القمر فين؟ 15 يوليو اهو. القمر ايه؟ القمر ده في الطور التربيع الاول. ليه؟ اولا نص، ثانيا الجزء المضيء ناحيه اليمين، فده التربيع الاول. فاكتب هنا كده تربيع الاول. ايه اللي بيحصل في التربيع الاول؟ قد قطع ربع دورة حول الارض. لا، هو مفترض هلال. كويس كده، هلال اول، تربيع اول. تربيع اول ده يعني كام؟ يعني 2 على 8. على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها الاربعة. قد قطع ربع دورة حول الارض. صح. طب تعالى نكمل كده. هل ده طور التربيع الاخير؟ لا، ده طور التربيع الاول. قطع 3/4؟ لا، هو احنا لسه قايلين قطع ربع. في الطور الاحدب الثاني؟ لا. يبقى احنا اخترنا الف. طيب كان القمر في طور الهلال في ايام ايه؟ ما حددش انهي هلال، يبقى اشتغل براحتي، سواء هلال اول او هلال تاني. الجزء المضيء ناحيه اليمين، الجزء المضيء ناحيه الايه؟ اليسار. طب تعالى كده هنختار الهلال في كله. بص كده عشان الهلال كتير هنا، ملحوظه بالعين حتى ان الهلال كتير. 2 هلال. هلال يعني الجزء المضيء بيبقى اقل من نص اهو. اهو. وده، وده برضه هلال في حته مضيئه. بعد كده بدأ الهلال اهو صغير اهو. بعد كده الهلال بيكبر. هلال، هلال، كل ده هلال، كل ده هلال، كل ده هلال، لحد ما نوصل للنص. ده تربيع بقى. طب بعد كده ده احدب، الجزء المضيء بيبقى اكبر من النص. كل ده. طب هنا هبدأ اقول ايه بقى هنا؟ هلال، هلال، كل ده هلال. ابدأ اختار بقى منهم 6 و7. يا راجل، 6 و7. 6 7 لا. لازم ينطبق الكلام على الاثنين. طب 10 و11؟ اه 10 و11 من الحاجات اللي انا معلم عليها اهو. يبقى دي صح. تعال نكمل كده. 20 و21. فين 20 اهي؟ 21 انا مش معلم عليهم، يبقى غلط. جميع ما سبق اكيد لا، يبقى انا اخترت واحد اللي 10 و11 به يعني. 10 و11. يكون القمر في طور الاحدب الاول في ايام مين من يوليو؟ احدب اول يعني ايه الكلام ده؟ يعني الجزء المضيء بيبقى جزء كبير وناحية اليمين. تعالى كده نفكر مع بعض. هقول لك مين ده كله. لا، اهو بدأنا من هنا. نمسح بس كده الصح ده علشان الدنيا تبقى ايه؟ تبقى واضحة معانا. كويس كده ماشي. ده يعتبر احدب اول على فكرة. انا بدور على الاحدب الاول، وده احدب اول، وده وهنا فيها سن ده. طيب وده برضو احدب، بس ده احدب تاني. كل ده احدب تاني بقى لحد هنا. احدب تاني خلاص، من هنا لحد هنا انت بتتكلم في احدب تاني. يبقى انا اختار حاجه من مين من الخمسه دول؟ 4 و5 لا. 18 و19 18 و19 صح. 20 21. 20 21 لا. يبقى لا. طب 25 26. 25 26 لا برضو. يبقى انا اخترت مين؟ ب. تمام كده يا شباب. نبتدي مع بعض بقى. هنبتدي مع بعض الملحوظه ديت. ان احنا عملنا تجربه علشان نكون ظل، ومن هنا هنبتدي نعرف يعني ايه خسوف القمر، اللي هو اساسا يعني عنوان الايه؟ عنوان الدرس. بص، باختصار شديد، هتجيب مصباح، هتجيب كوره، ولوح ابيض. كويس كده جميل. لما تجيب المصباح دوت هيبعت ضوء للكوره، فالكوره هتحجب بعض من ضوء المصباح، هيكون لي نقطه سوداء. كويس كده. طب ايه الفرق بين دي ودي؟ ما هو الاتنين نفس المبدأ بس انا بعدت الكوره وقربتها. لما المسافة بين المصباح والكورة بعدت، الظل صغر، يعني المسافة زادت. بص كده هكتب لك يعني جملة حاجة لطيفة خالص. المسافة زادت، حجم الظل قل.
علاقة عكسية. طب المسافة زادت بين مين ومين؟ بين الكرة والمصباح. والكلام طبعا بالعكس، يعني المسافة لو ما تقل الحجم بتاع الايه؟ بتاع الظل هيزيد. طيب يبقى كلما ابتعدت الكرة عن المصباح بيقل حجم الظل، وكلما اقتربت الكرة من المصباح زاد حجم الظل. طيب الظل ده هو عبارة عن ايه؟ بص، المصباح طبيعي لو مفيش كورة ضوء المصباح كله هيوصل للوح الابيض، اللوح الابيض. طب الكورة دي بتعمل ايه؟ بتحجز شوية من الضوء، الشوية من الضوء دول بيعملوا النقطة الضلمة دي اللي هي الظل يعني. بتختلف بقى النقطة ديت من اقتراب او ابتعاد الكورة. الكورة قربت يعني المسافة قربت يبقى حجم الظل يزيد، المسافة بعدت حجم الظل يقل، وهكذا. طيب الظل ايه هو الظل؟ الظل هي عبارة عن منطقة مظلمة التي لا يصل إليها ضوء نتيجة لوجود جسم اعترض مسار الأشعة الضوئية. تاني، هو طبيعي لو مفيش الكورة ديت الضوء كله هيوصل للوحة. الكورة دي جسم معتم حجزت لي شوية من الضوء. طب نتيجة إنها حجزت لي شوية من الضوء كون ظل. يبقى الظل هي منطقة مظلمة ما بيصلهاش ضوء، ما هو لو وصل لها ضوء مش هتعمل منطقة سودة كده، مش هتعمل ظل. فالظل هو منطقة مظلمة. طب ليه مظلمة؟ عشان ما وصلهاش ضوء. طب مين اللي حجب الضوء ده؟ الكورة دي، الجسم المعتم ده. الجسم المعتم بيمنع نفاذ الضوء وبيعمل ظل. طب نفس الكلام برضو كون الظل. ليه؟ الكورة ديت اعترضت مسار الأشعة الضوئية فبالتالي ايه؟ كونت لي الظل. ماشي. واضح من التجربة ان اتكونت منطقة ظل كبيرة فعلا، بس اتكونت منطقة تانية اسمها منطقة شبه الظل. ايه هي منطقة شبه الظل دي بقى؟ دي المتلونة خفيف. في منطقة متلونة تقيل دي الظل، في منطقة متلونة خفيف دي منطقة شبه الظل. ايه هي منطقة شبه الظل؟ منطقة شبه الظل هي منطقة بقى ايه؟ شبه مضيئة، يعني بيصل إليها كل الضوء ولا جزء من الضوء. ما هي شبه مضيئة عشان بيوصل لها جزء من الضوء مش الضوء كله. بتحيط أو بتبقى حوالين الظل نفسه. طيب جاية منين؟ جاية برضو من إن الجسم ده منع شوية من الضوء. هنا خد بالك النقطة هنا اتكونت لأنه جمع كل منع كل الضوء. لكن منطقة شبه الظل إن هو منع جزء من الضوء. وصل الفكرة؟ خش على اللي بعده. عايزين نتكلم بقى إن الجسم المعتم دوت عشان هو معتم عمل ظل. طب لو في جسم شفاف زي إزازة عمرها ما تعمل ظل. عمر الإزاز ما يعمل ظل. ليه الإزاز ما يعملش ظل؟ لأنه لا ينفع، آسف، الازاز ما بيعملش ظل. ليه؟ لانه لا يسمح بنفاذ الضوء او بيسمح بنفاذ الضوء خلاله. انا ايدي جسم معتم ولا مش معتم؟ جسم معتم لا يسمح بنفاذ الضوء خلاله. لو انا بصيت كده مش هبص على الورقه، انا كده حجبت الورقه، فانا كده جسم معتم. فبالتالي ايدي تقدر تعمل ايه؟ لو انت شايف كده ايدي تقدر تكون ظل، بس الظل طبعا مش باين علشان الاضاءه شديده قوي. بس فطبعا عايزك تعرف ان الاجسام الشفافه بتسمح بنفاذ الضوء زي الازاز، تقدر تشوف اللي تحتها. يعني تسمح بنفاذ الضوء يعني تقدر تشوف اللي تحتها. وبتكون ظل؟ لا تكون ظل. لكن دي لا تسمح بنفاذ الضوء خلالها، الاجسام المعتمه يعني زي كف الايد، ويتكون له ايه؟ ويتكون له ظل. طبعا زي كف الايد وزي الكوره اللي في الايه؟ اللي في التجربه دي. طيب خش على اللي بعده. أخيرا خسوف القمر. إمتى بيحصل خسوف القمر؟ في حالة البدر. فاكر البدر؟ البدر الأرض تبقى في النص والشمس والأرض والقمر يبقوا على استقامة واحدة. الأرض تبقى في النص في حالة البدر. طب دي بتحصل في يوم كام لو أنت جدع؟ لايك جدع، في يوم 14. ما هو عشان تبقى بدر والموضوع ده يحصل لازم يبقى في يوم 14. بس هل كل بدر لازم يحصل فيه خسوف؟ مش شرط. مش شرط كل ما يحصل بدر ما يبقى فيه بدر، مش شرط كل يوم 14. بمعنى أصح من 14 لكام؟ من 14 لحد يوم 17. مش شرط ال 14 و15 و16 يحصل الخسوف. مش كل بدر هيحصل خسوف، لكن كل يوم 14 هيحصل بدر. فاهم حاجة؟ البدر لازم يحصل لكن الخسوف مش شرط، وهنعرف ليه. بس خلي المعلومة دي عندك ان مش كل لما يجي بدر لازم يحصل خسوف.
مش كده. طيب خسوف القمر هي ايه؟ انت عارف، صدقني انت عارف. بص، الشمس دي، فاكر التجربه؟ افتكرها كده، بس هقولها لك من التجربه. الشمس دي عامله زي المصباح، والكوره عامله زي الارض، والقمر هي اللوح الابيض. فايه اللي حصل بقى؟ الشمس بعتت ضوء على الارض، فالارض حجبت شويه من الضوء، فبالتالي حصل خسوف للقمر. ان ايه؟ ان القمر ده كده وقع في ظل الارض. الشمس، بص، مش ده يعتبر كده، مش النقطه دي تعتبر ظل الكوره دي. الكوره دي زي الارض بقى، يعني الارض هنا عملت ظل نتيجه سقوط ضوء الشمس عليها. الظل ده عمل لي الخسوف. بس مش كل يوم 14، مش كل لما يجي يحصل بدر هيحصل الخسوف، لا. كويس كده، حصل الخسوف، هي دي. ليه؟ لأن القمر تأثر بظل الأرض نتيجة وقوع ضوء الشمس على الأرض. فإيه، اسمع الجملة دي بقى. فالأرض حجبت ضوء الشمس عن القمر. اسم الجملة دي مهمة أوي. الأرض المفروض لو ما فيش الأرض دي، إيه اللي هيحصل؟ ضوء الشمس هيسقط على القمر على طول. لا، ما حصلش كده. ده ضوء الشمس تم حجبه من الأرض، فالقمر ما وصلهاش ضوء الشمس، فبالتالي حصل الخسوف. وفي نوعين من الخسوف، هنبقى نتكلم في الكلام ده ايه بعد الصفحه اللي جايه، اخر صفحه خلاص. يبقى هي ظاهره طبيعيه تحدث عندما يقع الارض اثناء دورانه حول الشمس على خط الواسط. يتحطوا على خط واحد كده، ويتم فيه حجب ضوء الشمس كليا او جزئيا عن القمر. على فكره، كليا او جزئيا دول نوعين الخسوف، خسوف كلي وخسوف جزئي، حسب الارض قدرت تمنع ضوء الشمس كله ولا ما قدرتش تمنع ضوء الشمس كله. كويس كده، جميل. طيب، وخد بالك، الشمس كمعلومه يعني اكبر من الارض، مش عارف ب 400 تقريبا مليون مره. كويس كده، حلو قوي. فالارض بتبعد عن الشمس في الحاله دي، في حاله الخسوف بتاعت القمر، بتبعد عن الشمس بمقدار 400 مليون وحده. فبتقدر ان هي تمنع فعلا ضوء الشمس كله، فبيحصل حاجه اسمها خسوف كلي، اسف. طب الخسوف الجزئي هنعرفه بعدين. خلاص كده. المهم ما علينا من الارقام اللي انا قلتها دي. بس انا عايز افهمك ايه، ان ضوء الشمس اتحجب عن طريق الارض. لو الارض مش موجوده ضوء الشمس هيوصل بالكامل للارض. فالارض جت كده ومنعت ضوء الشمس ان هو يعدي للقمر، فحصل حاجه اسمها خسوف القمر. وده بيحصل لما بيبقوا على خط واحد، وان الارض تبقى في النص. فالارض تبقى في النص ايه؟ عندما يكون القمر في حاله البدر، يعني مكتمل. جميل. لا يحدث خسوف القمر في كل طور بدر. المعلومة اللي أنا قلتها لك، مش كل لما يحصل بدر هيحصل خسوف، ولكن البدر لازم يحصل في يوم 14. لكن مش كل لما يجي يوم 14، كل لما يجي يوم 14 هيحصل بدر، لكن مش كل لما يجي يوم 14 هيحصل خسوف. الخسوف مش بيحصل شهريا يعني، خلاص. ليه بقى؟ ليه؟ لأن مش في كل الحالات، وصعب قوي تظبط ان الشمس والارض والقمر يبقوا على خط واحد. ليه؟ بسبب المدارين دول، مدار الارض ومدار القمر. المدارين دول مايلين بزاويه او بدرجه 5 درجات، مايلين على بعض بمقدار كام؟ 5 درجات. طب بيترتب على كده ايه؟ ان صعب شويه ان القمر يقع على خط واحد مع الارض والشمس. صعب ده يتطبق في الحاله دي. ممكن تحصل بس بيصعب. ليه؟ تاني، لان المدار بتاع القمر بيميل عن المدار بتاع الارض. ميلان المدارين دول على بعض مقدار 5 درجات، فمش ماشيين مع بعض. فبالتالي عمر ما ده يعني هيبقوا على خط، عمرهم ما هيبقوا على خط واحد، او صعب يبقوا على خط واحد. فالخسوف بيحصل فين؟ كل فين وفين يعني، خلاص كده، مش مع كل بدر. انت عرفت يعني ايه خسوف، صح؟ تعالى بقى نعرف يعني ايه كسوف. الكسوف ببساطة شديدة
ان القمر بقى هو اللي يبقى في النص. مستر عايز تقول لي يعني هيبقى محاق؟ هيبقى محاقا. كويس كده؟ يعني القمر هو اللي في النص فهيبقى محاقا، فبالتالي هيعمل ايه؟ كسوف. عكس الخسوف بالظبط. الخسوف يعني هيعمل بدر يبقى ارض، الكسوف هيعمل لي محاق يبقى القمر هو اللي في النص. خلاص كده؟ سهله. سهل. اتمنى بس تكون فهمت حته المدارين دول. الميل بتاع المدار بتاع الارض بيعمل يعني ايه؟ بيميل على المدار بتاع القمر بمقدار 5 درجات، فصعب ان هم يترصوا على خط واحد. اخر صفحه، انواع الخسوف. اخيرا، انواع الخسوف. في خسوف كلي وخسوف جزئي. ببساطه شديده بص يا باشا، معاك الشمس. كده كده الشمس قدامها الارض اهي، الشمس قدامها الارض اهي، الشمس قدامها الارض اهي. الطبيعي ايه؟ بص، الطبيعي ان القمر بيلف حوالين، اسف، طبيعي ان القمر ده بيلف حوالين الارض. فشويه القمر يبقى هنا، شويه هيبقى هنا، شويه هيبقى هنا، شويه هنا، فيعمل ايه؟ يعمل محاق. شويه يبقى هنا، شويه يبقى هنا ويرجع تاني. طيب المهم، الخسوف الكلي. ايه هو الخسوف الكلي؟ ان القمر يبقى هنا. بمعنى هو مش الارض، الارض اهي والشمس اهي والقمر اهي. ايه اللي حصل؟ يا حبيبي؟ الارض في النص، فبالتالي هيحصل خسوف. خلاص، اتحطوا على خط واحد والارض في النص يعني طور البدر، فبالتالي القمر ده هيحصل له خسوف كلي. طب ليه بقى؟ ليه؟ بص، الشمس اهي والارض اهي. الارض منعت او حجبت ضوء الشمس عن القمر، فعملت لي منطقة ظل خلف الارض، فالقمر وقع في منطقة الظل فبقى داكن. فده الخسوف الكلي. تاني، ان الشمس يحجب ضوءها من الارض، يبقى في حاجز كده، الارض عملت حاجز ما بين الشمس والقمر، فبالتالي ضوء الشمس مش واصل تماما للقمر، فاتكونت منطقة ظل. القمر وقع في منطقة الظل دي بالظبط، فعشان كده حصل خسوف ايه؟ كلي. طب تعالى نشوف الكلام بيقول ايه. يقع القمر بالكامل في منطقة ظل الأرض. أدي القمر بالكامل كله على بعضه كده في منطقة الظل دي، أي المنطقة دي اللي أنا ملونها دي. طيب إيه تاني؟ هيظهر فيه القمر كقرص معتم. طبيعي، ده محطوط في منطقة سوداء، منطقة ظل، منطقة لا يصل إليها ضوء الشمس. ليه؟ لأن الأرض حجبت ضوء الشمس عن القمر، فبالتالي القمر ظهر بحالته الأصلية، بأن هو جسم إيه يا بيه؟ جسم معتم. أول كلمة قلناها خالص في الجزء الأولاني. خسوف جزئي. إيه هو الخسوف الجزئي؟ ببساطة الخسوف الجزئي إن القمر حتة منه وحتة منه، حتة منه تبقى في منطقة الظل ودي هتبقى داكنة، وحتة منه هتبقى في منطقة بقى اسمها إيه؟ شبه الظل. أعتقد إن أنت ما نسيتهاش. منطقة شبه الظل هي المنطقة التي تحيط بمنطقة الظل، فهي المنطقة دي، هي المنطقة دي ودي برضو. المنطقة اللي أنا بلونها دي اسمها منطقة إيه؟ شبه الظل. هي منطقة تحيط بالإيه؟ بمنطقة ظل الأرض. فالمنطقة دي اسمها شبه ظل، المنطقة دي اسمها الظل، فحتة منه وحتة منه، جزء منه، عشان كده اسمها جزئية، جزء منه في منطقة الظل وجزء منه في منطقة شبه الظل، فبالتالي هيظهر القمر ناقص. طب إيه الحتة الناقصة؟ المنطقة اللي في إيه؟ في الظل. بتعمل في الظل، دي منطقة في الظل، فبالتالي مش بتبان. مين المنطقة اللي بتبان؟ هي منطقة شبه الظل. طيب آخر حاجة، لو القمر كله في منطقة شبه الظل، لا يا بيه، ده مش، ما اسموش خسوف، ما اسموش، لا يعد ولا يعتبر خسوفا. بس القمر بقى هيظهر كله كامل، بس بما انه خسوف مش هيبقى بدر، لا، ولا هيبقى لونه منور، لا هيبقى احمر، هيبقى عامل زي الايه؟ عامل زي الدم. فدوت اسمه ايه؟ اسمه خسوف القمر. في خسوف كلي كله جوه منطقة ظل الأرض، في منطقة خسوف جزئي جزء منه وجزء منه في منطقة الايه؟
كله في منطقة شبه الظل، وده لا يعد خسوفا، والقمر هنا بيبقى ايه؟ بيبقى قرص احمر. وبكده نكون خلصنا يا شباب. شكرا ليكم جدا على حسن الاستماع. كده خلصنا المنهج، وهعمل لكم كده فيديو هقترح عليكم فيه اقتراح، هبقى عايز رأيكم فيه. بس اعملوا لنا لايك للفيديو، ايوه ارزع لللايك للفيديو حالا بالا فعلا، وفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا ليكم جدا يا شبابنا، و جود باي.